السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول اننا نطرح واحد الموضوع مهم اللي هو العمل. آه، اي واحد تيكون كيقلب على خدمه كيوصي الناس اللي كيعرف كيقول لهم عافاكم، شوفوا لي عافاكم واش كاينه شي خدمه هنا. عافاك. كيتصل بالعائله بالاصدقاء بالناس اللي كيتيق بهم، بالاقارب، بالجيران. كيوصيهم كيقول لهم عافاكم دبروا لي على خدمه، رانا يا راه تنقلب على بانت لكم شي حاجه ديروني في بالكم. هذه هي الطريقة يعني الأقرب والمباشرة أن شي واحد يلقى خدمة في أي مكان، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. على حسب الإنسان والمؤهلات اللي كتكون عنده والكفاءات اللي كتكون عنده. هذه نقطة مزيانة، ولكن اللي ما مزيانش هو أنك ملي كتوصي واحد الشخص اللي هو ماشي إنسان اللي هو سوي. بمعنى أنا كنوصي مثلا واحد الشخص اللي هو أصلا من الأصل هو كيحسدني، أو من الأصل هو كاع ما عنده معايا، هو غير يعني ما تجي ولا ما تخدم ولا ما تخدمش شغلك هذاك، مشكلتك هذيك. تيقول لك هي والله بقيتي فيها وصافي، الا كانت شي حاجه راه غادي نقولها لك، وصافي وكيسد عليك، ما كيقتلك ما كيحييك. أو كتوصي شي واحد مثلًا اللي أصلًا عنده مشاكل، ما لقى يعاونك غير نتايا. أو كتوصي شي واحد اللي مثلًا أصلًا غيور، يعني هو أصلًا تيشوف غير شي حاجة لابسة تزادت عليك جديدة، كيبقى يبات بلا نعاس، عاد هو يدبر يشوف لك شي خدمة. يعني أصلًا هذه المسألة ديال الخدمة راه ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة بزاف، ولكن المشكل اللي صعيب فيها هو أن ملي غنوصي واحد الإنسان اللي غيقدر هو يكون عارف واحد الخدمة مزيانة ليا وسمع بها وعرفها مزيانة ويخبيها عليك. تماك فاش كاين المشكل. علاش غادي تخبيها عليه؟ شنو الهدف ديالك أنك تخبيها عليه؟ أصلا الله تبارك وتعالى خلق لنا الأرزاق ديالنا وفرقهم لينا، والإنسان ما كيقبض غير الأرزاق ديالو، أنت كتكون فقط غير واحد السبب. إلا كنتي سبب خير راك أجر عظيم، إلا كنتي واحد السبب في هذاك يعني داك الشخص أنه ما يقبضش ديك الخدمة أو ما يخدمش ديك الخدمة، عول على أنك يعني حتى أنت راه سديتي عليك الرحمة وسديتي عليك أنت الخير. يعني إلا ضريتي إنسان راه تضر نفسك قبل ما تضر داك الإنسان. لذلك أي إنسان كيقلب على خدمة ما عمرو يفقد الآمال، وما عمرو يقول مع راسو لا أنا ما عنديش الزهر، لا. إلا ماشي ما عندكش الزهر أصلا مازال ما كتبش ليك أنك تخدم. وثانيا أنه الأرزاق الحمد لله بيد الله. وملي كنقولوا بيد الله أن الله كيسخر لينا ناس، كيسخر لينا ناس اللي كيوقفوا معنا واللي كيكون على يديهم الخير. غير إلا نتايا كنتي محظوظ وطحتي في واحد الفئة اللي هي يعني ملي كتوصيها كتشوف لك بنيتة كتكون انت اكثر حظا. ولكن الا كنتي كتوصي واحد حظاي، واحد تيشوف غير شي حاجه تزادت عليك، كيبقى يسولك منين وكيفاش وحتى انا بغيت وفين درتي هادي وبغيت هادي، يعني عول على راسك غادي تبقى عاد تشبع تقواس، وعاد تشبع تشبع يعني حسد وتشبع غيرة، وتشبع من الفوق هادشي تشبع واحد النميمة يعني وغيبة وذنوب. الإنسان دائمًا يحاول أنه يرقي نفسه، يرقي ذاته. يعني يرقي نفسه بأفكار جديدة، ب يحاول يبني ذاته، تكون عنده كفاءة عالية. وأوقات الفراغ ديالو يحاول أنه يرتبهم، يرتب الأوقات ديالو، كل حاجة كل وقت يعرف كيفاش يستثمرو. يعني ما تلقاش خدمة يحاول أنه يكوّن ذاته في حوايج أخرين اللي هو أصلًا باغيهم. لأنه في أي وقت تيعطيه لنا سيدي ربي، وإلا كيعطينا وقت باش حنايا نستغلوه فشي حوايج. ما كاينش شي وقت كيكون فارغ عند الإنسان إلا الإنسان إلا كان هو كيخليه فارغ، هذيك هي الطامة الكبرى. أما إلا كان عندك وقت فارغ اعرف راسك أن عندك شي حاجة ماشي هي هذيك. الإنسان دائما وقته خصها تكون عامرة، عامرة بزاف د الحوايج، عامرة بالخير، عامرة بالصلاة، عامرة بالعبادات، عامرة بالأنشطة الرياضية، عامرة ب بالرفقة الحسنة، عامرة بزاف د الحوايج، مع العائلة، مع صلة الرحم، مع يعني مع بزاف د الهوايات بحال المطبخ، فن الطبخ، يعني بزاف د الحوايج الإنسان يقدر يديرهم.
باش ما يبقاش في داك أنا ما تلاقيتش خدمة راه صافي عندي فراغ، لأ. ما خصوش يكون عندك فراغ أصلًا، ما خصوش يكون. كما سبق ليا وقلت دابا. لذلك نعاود نرجع للنقطة اللي هي علاش بديت الفيديو، هو أنك ملي تكون كتقلب على خدمة توكل على الله قبل ما توكل على شي واحد، وطلب الله قبل ما تطلب شي واحد. وداك الشخص اللي يكون كتوصيه هو شخص كيكون جوج أنواع، إما إنسان لا يوقف معاك، وإما إنسان اللي عادي يكون حجرة ولا يدير لك العصا في الرويضة. يعني خصنا حتى حنا نعرفو مع من كنهضرو ونعرفو مع من كنصاحبو، ونعرفو الناس اللي القلب ديالهم نقي، ونعرفوا الناس اللي هما تيبغيو يديروا الخير. وهادوك الناس اللي كيكونوا تيوقفوا مع الناس غالبا تيكونوا ناس اللي هما كيفكروا في الآخرين بحال نفسهم، لأنه لا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني كون أكيد إلا نتايا حبيتي الخير الآخرين بحال كيما كتبغي لنفسك، فكن أكيد أن الله ما عمرو عادي يحاشمك أنت براسك في شي حاجة. ولا كنتي العكس، أنك أنت كتكون محساد ومغيار وتخبي على فلان وتخبي على جارتك وتخبي على صاحبتك وتخبي على شي وحده من العائلة على شي حاجة، لا ما نقولهاش ليها، هذيك الخدمة ما تلاقش ليها. باش عرفتي واش ما تلاقش ليها؟ سولتيها، جاوبتي، قلتي ليها الطبيعة ديالها، جاوبتي، يعني سولتيها باش تجاوبك تقول لك لايقه ليا ولا ما لايقاش. ما تحكمش، انت انسان وصاك دير الخير فقط. انسان لما لقت شي حاجه ديك الساعات يقول اودي هذا الخدمه لا ما لقتش ليا، ولكن كاينه واحد الصديقه ديالي تقدر على هذه الخدمه، نقول ليها عليها، باش كلشي كيتعاون وكلشي كيستافد من بعضياته. هذه هي الرفقه الحسنه. كنتمنى ان شاء الله الكلام ديالي ما يكونش ثقيل على قلبكم، وان شاء الله هذا الموضوع هذا تستافدوا منه. انا حاولت ما انني ما نطولش عليكم في هذا الموضوع هذا، باقي عندي ندخلوا ان شاء الله في بعض يعني الحيثيات في هذه المواضيع. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنسونيش من تعاليقكم الرائعة، وشكرا لكم.